مساء الخير. تقريبا انا نسيت ان انا عندي يوتيوب شانل، افتكرت دلوقتي عايزه اديلكوا نبذه عن الحاجات اللي بتستفزني وبتخليني اشغل دماغي وعايزه اتكلم بصوت عالي. كنت قاعده بسمع اغنيه بتاعت فرقه المصريين. انا متاكده ان انتوا كلكم عارفينها وكلكم سمعتوها، اغنيه بتاعت هزني. بس انا اول مره اسمعها وانا مفوقه لها وبوعي، وفي جمله معينه قوي في الليركس هي اللي استوقفتني، وعشان كده عايزه اسمعها معاكم. انا طبعا مش عارفه احط الاغنيه عشان الكوبي رايتس، بس خلوني ناخد الليركس كده من الاول. هو في واحد بيغني وبيقول ان هو قبل ما قبلك كنت بحس ان انا عديت سن الستين، كنت بحس شبابي عنوان فيلم قديم من ايام السينما الصامته. واو. هزني هزني من جوه دي كلكم عارفينها، كانت منتشرة جدا مع مسلسل كده نزل. كنا صغار وكبرنا، رحنا مدارس وتعلمنا ازاي نتستر على مشاعرنا زي أسير هربان من حكم بالإعدام. وده خلاني أفكر قد إيه الواحد، وأنا هتكلم عن نفسي أنا تحديدا، عشت حياتي كلها بتعلم ازاي اتأقلم على اللي حواليا وبلند ان، او اللي هو اسيح فيهم كده، ما بانش خالص، ما اخدش مساحة خالص. وطبعا هما بيكملوا يعني بيسترسلوا وبيقولوا انه حياتنا عيب وحرام وغلط وكلام وآلام، وطبعا ده بيفسر ان دايما المجتمع بيحط ليبلز على المشاعر. بحس ان ده اللي بيخليني قوي مش قادرة اتسق بمشاعري او امشي آه، في اتجاه مشاعري. انا دايما ماشيه العكس. اوكي، عايزه بقى اجيلكوا في الحته اللي فعلا استفزتني ان انا اقوم اصور. تيجي في الاخر في بنت صوتها واضح قوي وبتقول: علمني اضحك، علمني ابكي، علمني اكون على طبيعتي. ازاي انا قادره اريليت قوي للجمله دي؟ كتير قوي بسمع الاغنيه دي، ولكن عمري ما حسيت الجمله دي بالشكل ده، ووقعها على ودني مختلف قوي. المرة دي احنا طول الوقت مش على طبيعتنا، مش عشان احنا فيك، بس عشان احنا كومبليتلي مش مرتاحين. امتى تحولت فكرة ان انا اكون على طبيعتي لرفاهية وحاجة اتعلمها؟ لما نيجي نفكر في موضوع طبيعتي، المفروض ان اصلا العادي البيزك ان انا اكون بتعامل بطبيعتي، واي حاجة بتفضل تضاف على طبيعتي. انا بحس ان الواحد ساح جدا في الدنيا من كتر ما دايما بيفكر في كلامه قبل ما بيقوله، بيفكر في صوت ضحكته وعالية قد ايه وواطي قد ايه. من كتر ما بيفكر في شكله، مش عايز حد يشوفني وانا متضايق، مش عايز حد يشوفني وانا ضعيف. انا لازم افضل على طول قوي، انا لازم افضل على طول جامد، انا لازم افضل على طول انجح حاجة. بعدنا قوي عن طبيعتنا لدرجة ان احنا بقينا بندور على حد يعلمني ازاي اكون على طبيعتي. mind blowing. والله العظيم حاجة دماغي مش قادرة تحطها في كلام. علشان كده برضو أنا مقتنعة إنه الحب الحقيقي، وهنا أنا مش بتكلم عن الحب as couple، أنا بتكلم عن الحب as couples، as صحاب، as أهل، as أي حاجة. الحب الحقيقي مش هو اللي بيغيرك بس. ساعات الحب الحقيقي برضو من حلاوته إن هو يرجعك لنفسك، للكور بتاعك من جوه، ويحط لك مراية كده ويعرفك انت مين. لانه احيانا الوحش اصلا اللي حصل انه انا نسيت تماما انا مين. وبعدين افكر في سؤال: ازاي احنا نسينا طبيعتنا ونسينا احنا مين؟ مش حاسه ان دي حاجه بتحصل في يوم وليله، او اللي هو انا نمت صحيت نسيت انا مين او مش عارف انا مين. بحس الاوقع ان احنا بنفضل ينقص مننا حته كل يوم. لما اتعلمنا اني اكون مقبول، ده شيء مش مضمون. انا مقبول على حسب انا بدي ايه في العلاقة، انا مقبولة على حسب رأيي ده هيمشي مع الشخص اللي قدامي او لا. انا مقبولة على حسب حاجات كتير قوي فيا ظاهريا، وده بيفضل يعدل فينا ويقصقص مننا حتت. انه افكر في كلامي قبل ما اقوله، افكر في رأيي وادرسه كويس، ما اقعدش كده اهبد. من كتر ما استخدمنا كلمة هبد طول الوقت خايفين ان احنا نهبد، مع انه ما نجرب نهبد. ما دام احنا مش بنتكلم في الدين والطب والحاجات الكبيرة دي، طب ما نبرين ستورم، ما نشغل ده شوية. وبحس برضو نسينا طبيعتنا لما بقى دايما الحب مربوط بحاجات ظاهرية. لما بقى
دايما مثلا عشان لما باجي اعمل كونتنت وكده بقعد افكر اللي هو انا لازم يبقى دمي خفيف اكتر من كده، لازم ارمي افيهات اكتر من كده، لازم ابقى معاصرة كل حاجة بتحصل اكتر من كده، لازم يبقى دايما شكلي مهندم اكتر، لازم ابقى حاطة ميك اب اكتر. فلما الحب بيجي وانا بعمل الحاجات دي كأني لقيت النسخة اللي عاجبة الناس اللي قدامي فكل شوية بكررها لحد ما نسيت انا كنت مين قبل ما اخترع الفيرجن دي. برضو نسيت انا مين لما بقيت بفكر في ردود فعل اللي قدامي قبل ما افتح بقي واتكلم اصلا. قبل ما افتح بقي واتكلم بفكر طب هو هيشوفني ازاي، طب انا لو قلت للي قدامي ان هو ضايقني هيزعل مني، لو انا قلت للي قدامي ان انا ضايقت هيشوفني قموصة، لو انا قلت للي قدامي ان هو تصرفه ده بيجرحني هيبعد عني. هل ينفع اقول كده؟ هل ينفع اقول كده؟ هل ينفع افكر كده؟ في اخر اليوم دماغك انت الوحيد اللي عندك اكسس ليها. فانا ينفع افكر في اي حاجه، انا بجد ينفع لا بجد بجد ينفع افكر في اي حاجه. فمع الوقت برضو من كتر ما بقعد افكر في ردود فعل الناس اللي قدامي اوتوماتيك بفضل اذكر كل الاسئله دي وارد عليها في دماغي، فباند اب ان انا ما قلتش حاجه خالص. وده خلاني بالنسبه للناس شخص مسالم جدا جدا. انا مش عايزه اكون مسالمه قوي للدرجه، بس بالنسبه للناس في ناس كتير قوي في الدنيا حبتني عشان انا مسالمه خالص، مش بعترض على اي حاجه وموافقه على اي حاجه. فده اوتوماتيك خلاني انقص حته مني برضو. بحس برضو الطبيعه بتتغير علشان احنا عملنا فيرجن لكل حد. عملنا فيرجن مننا لصحابنا، فيرجن مننا لاهلنا، فيرجن مننا للبارتنر بتاعنا، فبقينا مش بنعرف نحط اهالينا وصحابنا والبارتنر بتاعنا كلهم في اوضه واحده. هيتجنوا، هو احنا مش هيجرالنا حاجه، هما هيتجنوا واحنا هنبقى لما بيكون عندك كذا فيرجن، كذا ماسك، كذا طريقه، كذا شخصيه، طبيعي ان مخك يفضل يسال اللي هو انا مين فيهم. مش عارف والله، انا شخصيا مش عارفه. السؤال بقى اللي بساله لنفسي دايما، هل ده معناه بالضروره ان اللي بيعمل كده شخص منافق؟ في ناس اكيد مش هتكلم على سبيكترم الناس كلها، بس انا بتكلم على فئة معينة لما يسمعوا كلامي هيبقوا فاهميني وعارفين انه في ناس كتير قوي بتفضل تقصقص من نفسها وتغير من نفسها عشان هي بس عايزة تتحب، هي بس عايزة تتحب، هي بس عايزة تتشاف، هي بس عايزة حد يسألها مالك، حد يشوفها زي ما هي، حد ياخد باله منها ويشوف يشوفها فعلا. آمم، ف فشايفة إنه إحنا ممكن ما نكونش نسينا طبيعتنا completely، بس إحنا بعدنا عنها أوي، فاهمين؟ فساعات بنبقى محتاجين حُب حقيقي أوي وصوته عالي جدًا وتأثيره كبير علشان يقرّب المسافات ما بين طبيعتي واللي أنا عليه دلوقتي واللي أنا كنت عليه زمان، ويجمّع كل الحاجات كده طبق سلطة واحد، فاهمين؟ يعني مثلًا أنا فاكرة إن أنا كنت شخص بيتكلم عن نَفْسه. يعني كنت باتكلم دايمًا عن نفسي وتجاربي وكده، لحد لمّا جه مرّة حد هو اللي فهمني غلط، وقعد يقول لي: "ما تقيسيش كل حاجة على نفسِك، وما تقعديش تتكلمي على نفسِك كتير." ومش عارفة إيه وبتاع. من ساعتها، الكلام ده من سنين، بطّلت أتكلم عن نفسي خالص. مش عايزة آخد مكان، مش عايزة حد يحس إنه أنا أنانية، أنا ما أعرفش إيه. ف ساعات بيبقى موقف فعلًا أخد ثواني، بس هو غيّر حاجات كتير أوي أنتم مش متخيلينها. مش عارفة أقفل إزاي أوي، بس عايزة أعرف آرائكم، عايزة أعرف إيه رأيكم، بتفكّروا في إيه؟ عارفة إن أنا غِبت عنّكم، عارفة إن أنا وعدتكم كتير أوي إن أنا هابقى consistent وهابقى، وهابقى، وهابقى وما باعملش حاجة، بس من غير وعود، اللي بيعمل ما بيقولش واللي بيقول ما بيعملش. اتفرّجوا عليّا وأنا باعمل، أنا مش هاقول أهو، أنا مش هاقول، خلّي بالكم على نَفْسكم، يالّا باي، باي. بس ما تنسوش تعملوا like وcomment باي، باي.